نحن قلنا طبعا في الفيديو اللي فات انه 90% من خساره برشلونه يتحملوا تير شتيجن و10% المدرب. لا، برضه هنا نعكس الايه، نقول انه هانزي فليك يتحمل ال 90 وال10% يتحملوا تير شتيجن. صراحه كده يعني خلاص انت خشيت بتشكيله اصلا من البدايه غلط، بتشكيله 4 2 3 1، عزلت ليفاندوسكي تماما عن بقيه اللاعبين. صراحه انا ال 90% دي انا ما شفت ليفاندوسكي تماما. يعني صراحه خليك من الكلام ده. اتطردت في الدقيقه 10، خلاص انت رجعت، بمعنى انك انت لاعب كيف 3 4 2 2. طبعا مشينا دي، جيت في الدقيقه العشرة اتطرد منك لاعب، كده معناه الافكار تتغير تماما. الافكار اللي انت خشيت بها في بدايه المباراه انت تغيرها تماما، وبكده انت تعمل شنو؟ على الاقل تلعب شنو؟ ب 4 4 1 4 4 1. معناه انت بتطلع تسحب لاعب من المهاجمين وتدخل لاعب وسط عشان يكون في توازن بين الدفاع والوسط. الهجوم ده ما مشكله، ان شاء الله المباراه تطلع تعادل، انت مالك ومال الهجوم، لكن عليك بتوازن الدفاع والوسط. وانت عارف انه برشلونه اصلا دفاعه تعبان ووسطه تعبان، ما في داعي بيخليك للدقيقه 70 ولا للدقيقه 80 ما تغير. جيت لعبت الشوط الاول والشوط الثاني خشيت بنفس التشكيله لغايه ما موناكو جاب الهدف الثاني، وبديت انت تغير حتى في غياراتك في غلط. انت من المفترض تسحب بيدري من بدايه الشوط الثاني. بيدري يعتبر ثاني اسوأ لاعب بعد تير شتيجن في فريق برشلونه. ما في اي سبب يخليك تلاعب بيدري في الشوط الثاني نهائي، انا ما شايف سبب. اسحب بيدري، جيب بابلو توري في مكانه. على الاقل لو اصلا بابلو توري لو ما بيقدم لك اضافه حقيقيه للهجوم، على الاقل بيساعدك في الدفاع. تمام، لاعب سريع، عنده لياقه، عنده طبعا ضغط عالي، بيساعدك في الهجوم. والحاجه الثانيه شنو؟ تسحب لامين يامال. ليه انت سحبت لامين يامال؟ مالي في ليفاندوسكي، في رافينا، يعني تخلي الاثنين دول جوا الميدان وتسحب لامين يامال. سبحان الله، لامين على اساس انه لامين يامال مستواه قل ولياقته بقت حبه. يا اخي لامين يامال ده لو بس قاعد في النص كده بدون ما يجري، بس ممكن يديك تمريره ساحره يخليك انت والمهاجم انفراد. اخليت ليفاندوسكي ورافينا عملوا لك شنو؟ كل الكرات اللي جات دي دربكه في دربكه تجي في كره على المدافع وانتهى الموضوع. انت بالذات انت لما تكون مغلوب في نهايه الدقائق يعني خلي اللاعب اللي بيركز في الكوره اكتر. يعني رافينا فعلا صح، يعني لسه ما انتهى لياقته ولسه بيجر وعنده امكانيات يعتق، لكن ما مركز هو وين والكوره وين. يعني ممكن الكوره تجي في رجله بيخلي الكوره يجي قدامه. والحاجه الثانيه ليفاندوسكي، يعني خاتينه هناك كمحطه رئيسيه عشان يشيل الكرات الهوائيه، وما في اي كرات هوائيه تجي طالما انت داير تلعب الكوره دي تحت. انت مودي ليفاندوسكي هناك لشنو؟ ولا زاد انت تخليه الشوط الثاني شنو؟ يا اخي اسحب، خلي انسو في. انا شايف في الكوره اللي انت لعبتها في الشوط الثاني عموما، انا شايف انسو فاتي انسب من ليفاندوسكي في هذه الكرات. يا اخي انت لا بتلعب ارضيات، لا بتلعب كرات طويله، لا بتوصل الكره لليفاندوسكي. لزوم ليفاندوسكي في ارضيه الميدان شنو؟ طالما انك ما بتلعب كرات هوائيه. يعني المحطه اللي انت مشيت خطيتها هناك دي، انت داير توصل الكوره كيف؟ ما اخر لك تجيب لاعب ينزل الوسط يستلم الكوره يمشي مع الكوره، بدل ما تجيب لاعب يعني هو في باريس وانت بتلعب في موناكو. يعني الا شفت داير توصل للكوره الا تركب طياره تودي له وبعد ذاك تجي راجع. قال داير يشيل دوري الابطال بافكارك دي يا فيليك. انت لو شلت دوري الابطال صح فعلا صح ان احنا انطردنا واي حاجه والطرد كان له اثر، لكن بامكانك ان تغير الافكار بعد الطرد. ليه يعني انت داير تشيل دوري الابطال كيف؟ صراحه كده بافكارك دي انت لو شلت دوري الابطال انا بخلي حاجه اسمه كوره نهايه هذا فيليك.